صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معانا 10 جنيه المصرية، اللي هي الورق، اللي هي أعتقد إن هي حاليا في طريقها للإلغاء بعد طباعة الورق 10 جنيه البلايمر. العلامات التأمينية بتاعتها هنا احنا شايفين ده، هو ده الشريط الهيلوجرامي زي ما احنا شايفين اهو. ده هنا هو ده المفروض يصير شريط نحاسي بيتغير مع الإضاءة، لونه بيتغير مع الإضاءة، النحاسي والأخضر. ده أول حاجة. لما بتقلبه كده في الضي بتلاقيه بيتغير مع النحاسي مع الأخضر، ومكتوب جواه فئة العملة اللي هي 10 جنيه. باينة هنا اهو مكتوب 10 جنيه، 10 جنيهات، وصورة النسر اهي، صورة نسر هي باينة، وهنا 10 جنيه. ده كده لما بتقربها هي كده وهو بيبقى هولوجرامي، شريط هولوجرامي بيتغير ما بين النحاسي والأخضر لما بتحركه كده. الحاجة التانية اللي بيبقى فيه بروز بسيط في الكتابة بتاعت البنك المركزي المصري وال10 جنيه. وهنا لما بتيجي ترفع الورقة في الداي، هنا طبعا مش هيبان كده هو بسبب إضاءة الكاميرا، بيبان هو فيه صورة توت. لما بترفعها في الداي جوه من هنا في صورة توت، وتحتيها فئة العملة. زي ما احنا شايفين اهي إن المسجد ده بيحتوي صورة مسجد الرفاعي اللي تم إنشاؤه 1911. شايفين احنا لما بنكبر الكاميرا ان هو بيبان تفاصيل دقيقة جدا للعملة. هنا هو الشريط ده زي ما انتم شايفين مكتوب فيه الفئات بتاعت العملة. دي كلها علامات تأمينية، شايفين اهو مكتوب فيه فئات العملة اهي. دي علامات تأمينية كلها. زي ما اتفقنا، دي علامات التأمينية البسيطة للمواطن العادي اللي تقدر تعرف بيها بسهولة. وإن شاء الله هنقول العلامات التأمينية تباعا لبقية الفئات. أرجو إن حضراتكم تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو، وشكرا. إلى اللقاء في حلقة قادمة.